أركض بديتي. احنا شباب البوم. يا عيال وش رايكم في الجولة اليوم؟ خايس مثل وجهك، تسد النفس وجيه تسد النفس، ولا كلها ونتات مغبة. أركض بديتك يا مغبرة. والله إنه صادق، ما حد انبسط في الموضوع إلا أنت. خف علينا يا الصريح، اللي بقلبي على لساني. المهم جتني فكرة. وش هي الفكرة طيب؟ شفتوا المسابقة اللي رحنا لها اليوم؟ شفتوا الجوائز والإعلانات اللي سووها؟ يا أخوي شفنا كل شيء، عطنا من الأخير وش الزبدة؟ أركض فديتك، أبى أعطيك من الأول إلى الآخر. أنا قررت أسوي مسابقة وبحط فيها جوائز بعد. جوائز؟ الحين ادفع القطة حقت الاستراحة، بعدين وزع جوائز على العالم. طبعا ذي المسابقة ما أقدر أسويها لحالي، وأبي منكم تساعدوني. وش تبينا نساعدك فيه؟ يعني التنظيم، الإعلانات، حركات زي كذا. لا وبعد بحطكم من لجنة التحكيم. أما تحطنا في لجنة التحكيم بس ما نعرف شو نسوي. ولا أنا بعد. أنا بقول لكم على كل شيء. أبي منك يا ناصر تعلن في منتديات النصب أنه يوم الأربعاء في تجمع نصب. أبغى من كل مدن المملكة تجميع سيارات. وأنت يا محسن في البلاك بيري تستلمه، شغل جروبات. أوكي؟ أوكي. المهم يا عيال، أبي الناس كلها تدري أني أنا صاحب الفكرة، وأنه فيها جوائز بعد 10,000 ريال. أقول ما دريت الأسبوع الجاي مسابقة نصب. وين هو ابو؟ شارع المقاومات حقنا، بس انتم جهزوا مواتركم. زين ببلغ العيال خليهم مقصين. أقول يا عيال الأسبوع الجاي بمسابقة نصب، جهزوا مواتركم خلونا نطلع له. ما يبيلها يا بيي، ما يبيلها قدام. دخلت منتديات النصب كلها، سويت لك إعلان فيها. وأنا يا حبيبي سويت لك إعلان بطل في كل جروبات البلاك بيري والواتساب بعد. كفو يا عيال، وسمعة المسابقة واصلة للدمام والزلفي والقصيم بعد. واو، عشان كذا أنا متحمس للمسابقة أكثر منك. اي وانتبه، لازم شخصيتك تكون قوية، لأن لجنة الحكام بتحب اللي كذا شخصيته بطلة. وها لا تغلبك العاطفة. أركض فديتك. علي، أيوة عندي الموتر ذا ابيك تضبطوا لي عقب ساعتين، ابيه جاهز بس تغبيره وتغطيس. كيفه عندي سيارة الحين زحمة كلها أنا، كيف راح أسبغه؟ يا ابن الحلال لا بس غبر الموتر وغطسه. ها يا عيال، كيف وضع المسابقة؟ كم السيارات المسجلة؟ تصدق في ناس اتصلوا من جميع مدن المملكة، كلهم يبغون يدخلون المسابقة، وخذنا معلوماتهم كلها. حلو، وهذه أوراق التقييم وفيها كل شروط المسابقة. أيوة، تغبيرة السيارة إذا كانت مغبرة يكون تقييمها سيء. يعني وسخة ويبي يفوز بعد. من جد. شوف النقطة الثالثة وش يقول؟ يقول لك ونظافة السيارة من تحت. يعني أشوف السيارة نظيفة تحت ولا لا؟ بعد ما عاد بقلاهي. من جد يحسبونا فاضيين قد نشيك تحت. يا ورع انت وياه، شكلكم بتجيبون العيد. هذه من شروط المسابقة، لازم السيارة تصير مغبرة. وشلون يا أخوي؟ بعدين تكون السيارة وسخة، ما يصير. وسخة يا حياتي. أقول لحد يسمعك، بس هذه شروط المسابقة. يعني أوسخ سيارة هي الفايزة. إيه يا حلو انت وياه، يعني السيارة الوع هي اللي بتفوز. Harlem Shake.
ها يا عيال ايش سويتوا؟ ايه سجلناهم كلهم انا ومحسن اكتمل العدد. كفو. بس اقول لك متى تبينا نبدا التقييم؟ 5 دقائق ونبدا التقييم يا عيال. يلا يا ورع يلا. يا عيال يا عيال الآن بنبدأ التقييم، ورجاء لا أحد يقاطعنا علشان النتائج تطلع كلها تمام في تمام، وكل واحد عند سيارته. انضبطوا يا عيال، وشغل ورعنا تخريب السيارات هذه ما نبيها. يلا يا عيال يلا. يا اخوي انزل خربت سيارتي. أقول اركد في ديتك، أنت ساقط ضف وجهك. انا اللي كلمتكم قبل كم يوم. اي صح اسمك مسجل عندنا، هو سليمان ابو وجه مفك عجل. انا جايكم من القصيم انا والعيال خصيصا جايين لامكم. ما شاء الله من القصيم جاي. ما شاء الله عليه. ايه زين، احنا شيكنا شفنا، بس يا اخي ما هي بوسخه وسخها زياده. شو ما وسخته؟ يعني ما هي بمغبره، يقصد ما هي بمغبره زين. يا شباب شكلهم فكك ذولا. من جد يا بيي. وسخها لعيونك حبيبي. تمام زين اللي بعده. يا ابيض هدوء يا شباب هدوء، نبي نعلن النتائج. السيارات المرشحة للنهاية هذه هي يا عيال. الفائز بالمركز الثالث عند محسن. صاحب المركز الثالث، ما شاء الله كلكم متحمسين. حجبت. أما المركز الثاني عند ناصر. الفائز بالجائزة الثانية صاحب الونيت المتسابق خالد. أيوة يا شباب. والحين يا عيال ما بقى الا سيارتين، الونيت والجيب. من تتوقعون يفوز، الونيت ولا الجيب؟ الجيب ولا الونيت؟ الفايز بالمركز الأول هو الضب الأسود. اخوي طير، انا من اليوم اصلحها. يستاهل. ايوه يا شباب. هلا بالضب الاسمر. هلا يلا حيه. هلا والله كيفك يا شنب؟ خير شو اخبارك؟ تستاهل. 100 ريال بس. احمد ربك مفوزك بعد انت وجهك. بعدين ثاني مرة البسطاقية. خذ هذه احلى هدية، لمع الكفرات ولمع وجهك يا ورع. يعطيك العافية والله ما قصرت.
أركد فديتك يا الضب الأسمر. احنا الشباب المتفائل بدون قياس، وصف حاجة تنسى من الأساس، خلف الأجمل وقع